الله قال في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين يفرقون الدين إلى أحزاب وإلى مذهبيات وإلى عصبيات، وإذا وسد الأمر لغير أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر الساعة. وقال: إن من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة في دين الله. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. مثل ما استمعنا في المصادمات الإعلامية المنسوبة إلى الدين زورا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي، فإلى الله نسأل. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي، فإلى الله نسأل، فإلى الله نسأل.